السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم وصفة تقدروا بكل سهولة تعطروا بيها دولاب الملابس بتاعكم وتتخلصوا من اي روايح مكتومة وكمان الرطوبة. في البداية هجيب اي علبة عندي وهغسلها كويس قوي وهبتدي اعيد استخدامها من اول وجديد، وبعدين هجيب شوكة واسخنها كويس قوي على النار وهبتدي اخرم بيها العلبة زي ما انتوا شايفين كده. هعمل بيها كذا فتحة كده. وصفة حلوة قوي ومفيدة تقدري من خلالها لو اي علب عندك مكركبة للمطبخ بتاعك تستفيدي منها وتعيدي استخدامها من اول وجديد. كده خلاص ابتدينا نخلص فتحات في العلبة وكده خلصت خلاص. تعالوا بقى معانا نبتدي نضيف اول مكون معانا. هنضيف اول مكون معانا وهو الملح الخشن. هنضيف كوباية كبيرة من الملح الخشن. الملح مهم جدا معانا، بيساعد على التخلص من الرطوبة وبيطهر من البكتيريا والحشرات، وكمان بيساعد على ان المعطر بيفضل اطول فترة ممكنة. تاني مكون معانا وهو الدوني او الكونفيرت. هنضيف كوباية كبيرة من الدوني او الكونفيرت، اي لون بقى انت تفضليه، الازرق او البنك. هنضيفه بالتساوي كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنيجي عندي تالت مكون معانا وده الاهم وهي القرفة. القرفة مهمة جدا برضو معانا، ليها ريحة نفاذة بتطرد الحشرات. وكمان لو انت عروسة وعايزة تخزني الملابس بتاعتك تقدري من خلالها تضيفي في الشنطة بتاعتك كام عود من القرفة وكام عود من القرنفل وكام عود من ورق اللورا وهتضيفوهم في الشنطة بتاعتك. ده بيطرد اي بكتيريا وحشرات احسن من النفتالين كمان، والريحة بتاعته نفاذة جدا ومفيد جدا في التخزين بتاعك. جربيها. هتبتدي بقى تضيفي الخلطة دي في الدولاب بتاعك، هتخلي الدولاب بتاعك ريحته حلوة قوي وتتخلص من البكتيريا. وكل ما تيجي تطلعي لبس من عندك هتلاقي الدولاب ريحته حلوة قوي وهتعطرلك دولابك. وصفة حلوة قوي وسهلة. لو عجبتك جربيها وما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.